واش هذه أحلام العصر ولا أحلام ما بعد الفطور ولا أحلام ما قبل اليقظة ولا ما بعد اليقظة؟ المغرب رسميا بطل إفريقيا، ونزع الكأس رسميا من السنغال، وفوز المغرب ب3-0 في أول حدث إفريقي. العالم كله منبهر، العالم نسى الحرب ونسى إيران نسى كل شيء. وما هذا؟ أناس قولوا لي راك تحلم، قولوا لي راك تحلم، خلي نفيق. أنا ما أمنتش، أنا والله ما أمنت، لأنه أنا دائما الصدمات صدمة ورا صدمة. لكن الصدمة هذه فرحة أو صدمة أو بتسميها. المغرب بطل إفريقيا بعد 58 يوم من التداول والسؤال وأخذ ورد وتحليل القوانين مبروك مبروك للمغرب الشقيق، مبروك وهارد لك للسنغال. لكن هذه ظاهرة تضر بكأس إفريقيا، تضر الآن. ممكن منتخبات تنسحب من كأس إفريقيا، ممكن تفقد المصداقية، ممكن تفقد تصبح لا أعلم. لكن القرار وراء الاتحاد الإفريقي هو معاقبة كل فريق ينسحب من الميدان. حتى القانون واضح، أي فريق ينسحب فقد خسر المباراة، وهذا شيء معروف. ما القانون، تطبيق القانون ما في حتى لا جدال ولا نقاش. أعجبك أم لم يعجبك، طبقوا القانون. المنتخب السنغالي كان ليه لا يجوز أن ينسحب من المباراة، حتى ولو وقع ظلم، ولو وقع لكن لا يجوز. مبروك المغرب وهارد لك للسنغال. وأكبر إنسان يفرح هو اللاعب المغربي إبراهيم دياس، يفرح لأنه ممكن ما يأخذش لقب أحسن لاعب في الدورة، لكن اللي أخذه ساديو ماني، لكن يفرح لأنه ساهم مساهمة كبيرة في وصول المنتخب المغربي إلى النهائي. هذه فرحة لخوتنا في المغرب، هذه فرحة. وهارد لك المنتخب السنغالي، وإن شاء الله تطبق القوانين في كل المجالات، ليس فقط في الرياضة، أو تطبق القوانين في كل المجالات وفي كل السلام عليكم.